السلام عليكم. العطش المستمر والتبول المتكرر ديت من أشهر أعراض السكر في بدايته. ليه الأعراض دي بتظهر على المريض؟ وإيه هو معدل التبول الطبيعي للمريض؟ وإمتى نقول إن كده عدد مرات التبول تعتبر كتير؟ أول وأشهر الأعراض الإصابة بالسكر هو التبول المتكرر. متوسط عدد مرات التبول يوميا من 6 مرات ل 8 مرات. أكتر من كده يوميا ممكن نشك إن أنت يكون عندك سكر. لما يرتفع معدل السكر في الدم، الكلى بتحاول توازن أو تظبط مستوى السكر في الدم بإن هي تخرج الكمية الزايدة ديت عن طريق البول، أو لما يخرج لمجرى البول بنقولها بالعربي كده بيشد معاه مية كتير، فبيحصل إن عدد مرات التبول بيزيد. بالتالي تاني عرض على طول معانا اللي هو العطش المستمر. لما يحصل تبول كتير الجسم زي ما قلنا البول بينزل، نزول لكمية المية مع السكر بكميات كبيرة، فبالتالي بنعطش كتير. بيحتاج الجسم ان هو يعوض كمية المية اللي فقدها عن طريق البول. ثالث عرض عندنا هو الجوع المستمر، بسبب ان خلايا الجسم مع مريض السكر ما بتعرفش تستفيد كويس من الجلوكوز اللي موجود في الجسم، مع ان في جلوكوز في الجسم بس الخلايا ما بتستفيدش منه كويس. بالتالي تحس ان هي كانها عندها نقص جلوكوز، فبالتالي يحصل احساس شديد بالجوع. العلامه الرابعه فقدان الوزن بشكل ملحوظ وغير مبرر، يعني ما بعملش دايت، ما بعملش اي حاجه ومع ذلك جسمي بينزل، ودوت بسبب ان الجسم بيستمد اكتر طاقته من تحليل الدهون او من تكسير الدهون الموجوده واستخدام الدهون كمصدر للطاقه بدلا من الجلوكوز. دوت بيخسس الجسم معانا. نزول الاملاح والفيتامينات مع التبول الكتير مع كميه الميه الكتير دوت بيظهر معانا موضوع نزول الوزن بشكل ملحوظ. خامس علامه من علامات مرض السكر هو ان انت يكون عندك اجهاد مستمر وتعب مزمن غير مفسر، مش معروف سببه ايه، مش واضح سببه ايه، ودوت نتيجه عجز الخلايا عن استخدام الجلوكوز كمصدر للطاقه. سادس عرض عندنا ودوت بسبب اختلال توازن السوائل في الجسم، سوائل نازله من مكان، سوائل زايده في مكان، جفاف في مكان، فبيحصل عندنا ضبابيه في الرؤيه وعتامه في الرؤيه، ده بسبب فقدان توازن السوائل في الجسم. سابع علامه من علامات السكر هو تنميل وخدلان ووغز في الاعصاب والام شديده جدا في الاعصاب، تلاقي لسع، شكشكه، تنميل، ضعف في اعصابك، ضعف غير مبرر في اعصابك. لما تفحص تكتشف ان انت ممكن يكون عندك بدايه الاصابه بالسكر او يكون عندك سكر فعلا، ودوت سببه الاساسي ضعف الدوره الدمويه اللي بيحصل مع السكر، وبسبب نقص الامداد الدموي للاعصاب. ايوه يا جماعه احنا متفقين ان الاعصاب ليها امداد دموي برضه وليها تغذيه دمويه زيها زي اي عضو في الجسم. لما بتضعف التغذيه الدمويه ديت، لما بتضعف التغذيه الدمويه للاعصاب بتضعف معانا الاعصاب، فبيحصل خدلان، تنميل، بيحصل لسع، بيحصل اي حاجه تدل ان الاعصاب معتله. وبسبب ضعف الدوره الدمويه دوت بنوصل معانا للعرض الثامن اللي هو ضعف التئام الجروح. لما تتعور ما بتخفش بسرعه، الجروح بتاعتنا ما بتلتئمش بسرعه، اي جرح يطول معاك الالتئام بتشك في ان انت يكون عندك سكر. طيب ايه اللي يخلي الجروح ما تلتئمش كويس في السكر؟ حاجتين: سبب ضعف الغذاء الدموي والتغذيه الدمويه وصل الجرح بسبب السكر، والسبب الثاني هو ان انت ممكن يحصل عندك التهابات وتلوث بسهوله لجرح مريض السكر. على الرغم من ان السكر من الامراض المزمنه الوحشه جدا، الا انك لما بتكتشفه بدري يسهل السيطره عليه، لما تصاحبه بيصاحبك، لما تهتم بيه بيبقى كويس معاك، ما بيحصلش معاك اي مضاعفات. دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.